جريت بره الأوضة وقفلت الباب ورايا، بس قبل ما أقفله تماما شفت حاجة خلت قلبي يقف. سحر أسود في البيت ده، محدش هيسمع صرختك، فاقفل النور واستعد. أهلا بيكم في سحر أسود، القناة اللي فيها الحقيقة أخطر من الخيال، والظلام ليه صوت وبيتكلم. لو قلبك جامد ومستعد تدخل لعالم اللعنات، الأساطير والأسرار اللي ما كانش المفروض تتفتح، يبقى أنت في المكان الصح. سحر أسود، هنا كل قصة مش بس بتتسمع، دي بتطارد. في ناس لما بتدور على بداية جديدة بتضطر تغير مكانها، بس أنا لما قررت أغير مكاني لقيت نفسي واقفة قدام باب شقة كان المفروض يكون فاضي، بس الظلام جواها كان مستنيني بالاسم. الليلة دي مش هحكي لك عن شقة مسكونة، أحكي لك عن لعنة اختارت ضحيتها بعناية، وللأسف الضحية دي كانت أنا. اسمي رانيا، عندي 35 سنة وبشتغل مدرسة. جالي تعيين في مدرسة جديدة لكن في محافظة تانية غير اللي أنا ساكنة فيها، فاضطريت أنقل سكني وأدور على شقة جديدة أسكن فيها. اتواصلت مع سمسار في المنطقة اللي فيها المدرسة علشان يشوف لي شقة، وفعلا وصلت في الميعاد المحدد ولقيت السمسار مستنيني. لاحظت إن العمارة قديمة شوية. أنا عمري ما كنت بخاف من الأماكن القديمة، بس أول ما دخلت العمارة دي حسيت إن الهوا جواها مش هوا طبيعي. كنت بدور على شقة للإيجار، والسمسار قال لي إن الدور الرابع فاضي من سنين. طلعنا والنور كان بيقطع، والممر ريحته رطوبة غريبة وخشب قديم، لكن اللي لفت نظري باب شقة واحدة بس، شقة رقم 12. باب مقفول بإحكام ومعاه قفل قديم جدا، كأنه مش معمول عشان يمنع حد يدخل، لأ ده معمول عشان يمنع حاجة من إنها تخرج. وأول ما قربت منه سمعت حاجة غريبة، مش صوت، مش خطوات لأ، كان في إحساس إن في حد واقف ورا الباب وبيتنفس نفس تقيل وهادي وبيستنى. سألت السمسار إيه حكاية الشقة دي؟ شفت الخوف في عينه قبل ما يتكلم. قال لي بصي، الشقة دي ما اتفتحتش من 25 سنة، وآخر واحدة كانت عايشة فيها اختفت ومحدش لاقي لها أثر. قلت دي خرافات. خلصنا وروحت، بس الليلة اللي بعدها وأنا طالعة السلالم لقيت باب الشقة 12 مفتوح سنتي واحد بس. صوت همس وكأن حد مستني إن ألمسه. زقيت الباب برجلي ودخلت. حسيت بنفس بطيء في الغرفة. الغرفة كانت ضلمة ومفيش نور غير قمر ضعيف داخل من شباك مكسور، والأرض كانت باردة بطريقة مش طبيعية، كأن المكان مات فيه حد ولسه محتفظ بآخر نفس ليه. وبعدين شفت علامات على الحيطة، خطوط طويلة مش مرسومة، دي متخربشة بإيد حد حاول يكتب حاجة وهو بيتشد ويتسحب. لقيت كلمة مكتوبة عشرات المرات فوق بعض، كلها بنفس الخط المهزوز، مكتوب خرجوني. سمعت صوت من المطبخ، الحنفية بتنقط، وصوت التنقيط كان بيعلى ويعلى أعلى من الطبيعي. رحت بصيت، ذهلت من اللي شفته. لقيت الحوض كان مليان مية سودة والحنفية بتنقط،
رحت قفلتها وأنا كلي رعب وخوف. بعدين وصلت للأوضة الأخيرة، بابها مقفول نص قفلة، ولما قربت حسيت إن في حد واقف ورا الباب حرفياً. حسيت بحرارة أنفاسه، حد بيهمس، صوت خشن قريب جدا من ودني. رجعي قبل ما نحبسك هنا. قفلت الباب وأنا بترعش وجريت برا الشقة، بس وأنا خارجة لقيت حاجة مرمية قدام الباب ما كانتش موجودة وأنا داخلة. لقيت مفتاح باب شقة قديم ومكتوب عليه الشقة 12. أنا كان لازم أهرب. في اللحظة دي معرفش إيه اللي وقفني وخلاني أخد المفتاح. كان لازم أهرب ومرجعش هنا تاني أبدا، بس الفضول قتلني. خدت المفتاح وروحت ورجعت تاني اليوم اللي بعده. كنت عايزة أفهم في إيه اللي حصل هنا. الممر كان أهدى من الطبيعي، سكون يخوف. لما وصلت للشقة 12 لقيت الباب مفتوح كأن في حد مستنيني. دخلت لقيت الأوضة الأخيرة اللي كانت مقفولة مفتوحة على آخرها. لقيت فيه سرير قديم ومرتبة مقطوعة وثقوب في الحيطة كأن في حد كان بيخبط راسه فيها. ولقيت دفتر صفحاته مصفرة مكتوب فيها بخط مرتبك: حبسوني هنا. قالوا إني بشوف حاجات مش موجودة، بس الحقيقة الحاجات دي كانت بتحاول تخرج. وآخر ليلة خرجت فعلا. والصفحة الأخيرة كان مكتوب فيها: لو لقيت المفتاح يبقى هم اختاروك. من اللحظة دي نفسي بقى أسرع. الحاجات بدأت تحصل. باب شقتي يتفتح لوحده، أصوات خطوات في الممر، حد بيمر ورا ظهري، ولما لف مفيش حد. وبدأت أحس إن في روح خرجت من الشقة 12 واتبعتني. وبدأت أفهم إن اللي كان محبوس جوه مش بني آدم، دي روح شريرة ساكنة الشقة دي. وبعد ما المفتاح وصل لإيدي أنا حاسة إن في لعنة بتلاحقني. لقيت على باب شقتي كلمة مكتوبة بخربشة: الدور عليك. اللي خرج بدأ يتشكل. أنا كنت فاكرة إن اللي بيحصل ده هياخد أيام، أسابيع، قبل ما يتحول لحاجة أخطر. بس الليلة دي تحديداً فهمت إن الموضوع خرج من إيدي. بدأت الحاجات الصغيرة تحصل الأول: الهوا يبقى أبرد، الأبواب تتهز لوحدها، صوت خطوات مشي بطيئة جاية من جوه الشقة، وأنا لوحدي، نفس تقيل. بس بعد الساعة 3 الفجر سمعت حاجة مستحيل تكون هلاوس. حد بينده اسمي: يا رانيا، يا رانيا. الصوت مش عالي ومش صرخة ولا همس. الصوت كأن حد واقف عند ودني ومش عايز غير إني أسمع: يا رانيا افتحي. قمت مفزوعة، جريت ناحية باب الشقة، كان مقفول، إنما الباب الجانبي بتاع الأوضة الصغيرة كان مفتوح سنتيمتر واحد، نفس الفتحة اللي شفتها أول مرة عند باب الشقة 12. قربت ومجرد ما لمست الباب سمعت حاجة بتتحرك جوه، همس بطيء وصوت مخنوق: أنا هنا. فتحت النور، مفيش حاجة. لقيت السجادة كانت متكورة كأن حد كان واقف عليها ولسه ماشي. حاولت أرجع أنام بس جسمي مش قادر. كنت حاسة إن في حاجة ورا ظهري، حاجة بتاخد شكل شبه بني آدم بس مش كامل. ولما بصيت في المراية شفت انعكاس مش انعكاسي. كان في ظل ورايا واقف بياخد شكل، وشه مش باين بس ايديه طويلة جدا وممدودة ناحيتي. جريت برا الأوضة وأنا مرعوبة وقفلت الباب، بس قبل ما أقفله تماما شفت حاجة خلت قلبي يقف. تحت الباب كانت في صوابع بتسحب نفسها لبره.
الصوابع كانت رفيعة ومكسرة وبتتحرك ببطء كأنها بتتعود على جسم جديد. عرفت وقتها إن روح الشريرة اللي كانت محبوسة في الشقة 12 ما كانش مجرد روح، ده شكل ناقص، ومع كل يوم يعدي بيبقى أكتر وأكتر زي الإنسان. هو مش بيطاردني، هو بيحاول يكمل نفسه، بياخد مني. والأسوأ من شوية سمعت ضرب على باب الأوضة اللي قفلتها، ضرب إيقاع منتظم وكأنه بيعد 1 2 3، ولما وصل للعد 7 وقف. في الليلة دي كانت الكهرباء بتقطع وترجع كل دقيقتين، لكن المرة دي النور كان بيرجع أضعف، كأن البيت نفسه بيحتضر. الجو كان ساكن لدرجة إن النفس بقى مسموع. الأرض بردت فجأة، والضباب اللي كنت دايما بشوفه على أطراف الغرفة ابتدى يتكثف أكتر لحد ما بقى شبه دخان رصاصي. وأول ما قرب الضباب من السرير ظهر هو، مش على شكل إنسان ولا ظل، كان كيان معتم هلامي بيتحرك ببطء. كان ليه وزن، وكل خطوة بياخدها الخشب تحت رجليه كان بيشتكي ويئن. ووقف عند طرف السرير، وأنا وقتها ما كنتش قادرة أتحرك ولا حتى نادي، كأن جسمي اتقفل عليه. مد إيده، أو الحاجة اللي شبه الإيد، لفها حوالين رقبتي، وكانت إحساسها بارد لدرجة ألم. ضغط أكتر، والغرفة بدأت تلف حواليا. صوت النفس اتقطع من نصه، وإيديا بتتحرك بالعافية. بحاول أبعده، لكن إيديا كانت بتعدي من خلاله كأني دخان تقيل، دخان عنده نية يقتلني. قرب وشه مني، ما كانش ليه أي ملامح غير تجويف أسود مكان العينين، ومن التجويف ده خرج صوت متشوه: أخيرا جوقتك. النور قطع، وبعدها رجع فجأة بقوة كأنه انفجر، والكيان اتبخر. وقعت من على السرير بتنهد، ورقبتي بتوجعني كأن حد فعلا كان ضاغط عليها. لكن قبل ما اخد نفسي لاحظت حاجة مرعبة على جلد رقبتي. كان في علامات سودة شبه أصابع باردة ولسه ما اختفتش. والأخطر إن الباب اللي أنا متأكدة إنه كان مقفول بالمفتاح لقيته مفتوح بالكامل، كأن اللي كان بيحاول يخلص عليا لسه في البيت ولسه ما خلصش اللي بيعمله. وبكده الليلة خلصت، لكن اللعنة لسه ما خلصتش، لأن في حاجات أول ما تشوفك من بره ما بتبطلش تدور عليك. لو عايزين تكملوا الطريق ده وتعرفوا إيه اللي حصل معايا بعد كده، اشتركوا في قناة سحر أسود وفعلوا الجرس عشان الكابوس الجاي يوصل ليكم قبل ما يوصل لحد غيركم.